السلام عليكم. مادام وجدنا لاصوص ديال البيتزا ضروري نوجدوا ليها العجينه ديالها. هنا كنحتاجوا 2 زلايف ديال الدقيق الابيض ومعلقه ديال الخميره ديال العجينه، نص كاس ديال الزيت البلديه، ممكن تزيدوا حتى الزعتر الا بغيتوا. وهنايا درت الماء دافي كنحرك واحد شويه، غير كتخلط ليا الطحين مع الخميره والماء، وكنزيد شويه ديال الملحه ونزيدوا نعجنوا. اهم حاجه هو العجينه ديالنا تكون مطلوقه كما واضح في الفيديو. كنطلقها وكندلكها مزيان، كنديرها في واحد الاناء وكنغطيها بشويه ديال الزيت ونخليوها تخمر مزيان حتى كتولي بهذا الشكل هذا. ضروري اننا نخليوها تخمر مزيان. كنشكلوها كويرات بحال اللي كنديروا المسمن. ممكن تستعنوا بالدقيق الابيض اولا بالفينو، انا هنا درت الفينو. كنخليوهم كيزيدوا يطلقوا واحد شويه وصافي. كنبدا كنطلقهم هكا بالدلاك حتى كنطلقوهم مزيان. كنستعن هنايا بالطبسيل، كنديرو بهذا الشكل وكنقطع الجوانب باش تجيني داك الدائره ديال البيتزا مقاده، وكنطيبوهم في الفراح. ما كيطيبوش انما غير نص طيبه حتى كيتجعبوا بهذا الشكل كما شفتوا في الفيديو. وكنقلبهم من الجهتين صافي وكنحيدهم. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكمل الحجم الكبير. وهنايا غادي نطلق العجينه مزيان وغادي نقطع بالاطار الصغير باش غادي نديرو ميني بيتزا. نطيبوهم بنفس الطريقه في الفراح من الجهات بجوج. غير كنصهدوهم كما قلت لكم، كنخليوهم ما نقلبوهمش حتى كيتجعبوا لينا مزيان بهذا الشكل. عاد تنقلبهم وصافي. كنحتفظوا بهم في المجمد وبالصحه والراحه. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم.